اليوم بغيت نبدا معكم واحد الكونسيبت جديد سميتو تاكسيولوج. والفكره جاتني من واحد الحاجه اللي حنا المغاربه كاملين تقريبا كنعرفوها. ملي كتركب في شي طاكسي خصوصا الا كانت الطريق شويه طويله، راه نادرا ما كتكون غير رحله من بلاصه لبلاصه. كتبدا الهضره بشي حاجه بسيطه ومن بعد بشويه كتلقى راسك كتهضر مع مول الطاكسي على الخدمه، على الفلوس، على الزواج، على المجتمع، على التربيه، على السياسه، على كره، على اي حاجه ممكن طيح لك على البال. ويمكن ما توصل للبلاصه اللي انت غادي ليها حتى كتكون هضرتي معاه على 10 ديال المواضيع مختلفه. ومن هنا جاتني الفكره ديال تاكسيولوج. انا هنا كل مره غادي نشدو الطريق مجموعين، وفي هاد الطريق غادي نشدو ستون بشي سوجي، شي سوجي اللي غيكون اجتماعي، تكون شي حاجه كنعيشوها ولا شي حاجه اللي كنشوف عليها بزاف ديال الناس مختلفين. ولكن التاكسيولوج ما بغيتوش يكون غير انا كنهضر وانتم كتسمعوا. انا هنا باش نبدا الهضره وانتم باش تناقشوا معايا. يعني الا كنت انت كتفق معايا في شي حاجه كتب لي علاش، ولا ما كتفقش حتى هي من الاحسن كتب لي علاش. عطيني وجهه النظر ديالك. يمكن تكون عندك تجربه اللي انا ما عنديش، يمكن تقول لي شي حاجه اللي تخليني حتى انا نبدل الطريقه اللي كنت كنشوف بها الموضوع. ولكن شي موضوع اللي باغي نهضروا عليه كتبوها لي في لي كومونتير، والمواضيع اللي غادي نشوف عليها اكثر نقاش واكثر اهتمام هما اللي غادي نحاول نجيبهم ان شاء الله في الحلقات الجايه. يعني تاكسيولوج شويه بشويه غادي نبنيو حنا كاملين، وزيد عليها ماشي ديما خاصني نكون بوحدي. يعني الا كان شي واحد هنا في كندا وعنده شي تجربه ولا موضوع ولا حتى شي راي مختلف وباغي يبارطاجي مع الناس، حتى هو مرحبا به. نقدروا نشدوا السون بجوج، نهضروا، يمكن نتفقوا، يمكن نختلفوا، ولكن ماشي مشكل، حيت الهدف ماشي زعما شكون اللي غادي يربح في ذاك النقاش. الهدف هو اننا نفهموا بعضياتنا. وانت الا كان عجبك الكونسيبت دير فولو سبسكرايب باش تكملوا معايا، حيت بحال مع مول الطاكسي واخا الطريق كدوز ولكن الهضره ما كتساليش. ويلا نمشيو لاول موضوع. كاينه واحد الحاجه اللي كنحس بها اننا كنديروها بزاف في المجتمع ديالنا، ويمكن حتى انا درتها بزاف في حياتي، وهي اننا كنشوف واحد الانسان وكنعرفوا عليه غير معلومه واحده وفي ثواني كنكتبوا عليه القصه كامله. نشوف شي واحد مثلا عنده الفلوس ديريكتومون كنقول اكيد بابا لاباس عليه. كتشوف شي واحد مشى يعيش برا كتقول باينه هذا لقاه واجده. الا شفتي شي واحد خدام بزاف ديما اول حاجه كتجيك في راسك كتقول شوف مسكين خدام بزاف. وتشوف شي واحد ما خدامش بزاف كتقول شو هذا مسالي كسول ما فيهش ما عندوش جد ديال الخدمه. اما الا شي واحد شرا شي طوموبيل غاليه اول حاجه ديما كطيح لك في البال باينه شي حاجه كاينه، هذا باينه شي فلوس الحرام. اما الا كان شي واحد عنده 30 عام مازال ما دارش شي حاجه كبيره ديريكتومون كنحكموا عليه وكنقولوا بلي هذا السيد فاشل. يعني حنا كنشوفوا الصوره وكنكملوا الفيلم كامل من راسنا، ولكن السؤال هو واش حنا عارفين القصه ديال بصح ولا غير ما كنرتاحوش حتى كنعطيو شي تفسير لاي حاجه كنشوفوها. وهذا الموضوع بالضبط بدا كيدور لي في بالي بسبب واحد الحاجه وقعت لي انا كنت درت واحد الفيديو في انستغرام وذكرت فيه باللي انا كنخدم جوج خدمات، ومن بعد بديت كنشوف شي تعاليق اللي الحاجه اللي لفتت الانتباه ديالي فيهم هو ان بعض الناس بداو كيتعاملوا مع الموضوع بحال واحد النوع ديال التعاطف. كاين الناس اللي كتبوا مسكين، كاين اللي كتبوا الله يكون في عوانك، واللي كيقول لك جوج خدمات راه صعيبه بزاف. والنيه يمكن تكون زوينه انا ما تقلقتش، ولكن بديت كنفكر علاش اول حاجه جات في بال ديال الناس هي انني مسكين. واش بالضروره اي واحد كيخدم جوج خدمات راه محتاج؟ يمكن، ولكن يمكن لا، يمكن يكون هو اللي اختار هذا الشيء، يمكن يكون عنده واحد الهدف، يمكن باغي يجمع المشروع، يمكن باغي دار، باغي طوموبيل، باغي يسافر اكثر، باغي يساعد العائله ديالو، باغي يوصل لواحد النيفو دي معين. يعني احنا شفنا جوج خدمات وزدنا عليها ديريكتومون داك المسكين، ولكن ما سولناش علاش هذا الانسان كيخدم جوج الخدمات اصلا. ومن هنا وليت كنفكر في واحد الحاجه اخرى اللي هي الوقت. انا اليوم عندي واحد العلاقه مع الوقت مختلفه بزاف على اللي كانت عندي قبل، وما غاديش نجي هنا باش ندير راسي كنت ديما منظم وديسيبلين وكنستعمل كل دقيقه مزيان. لا، انا ضيعت وقت بزاف، ضيعت بزاف ديال الوقت في بلاي ستيشن، وضيعت بزاف ديال الوقت في القهوه، وضيعت بزاف ديال الوقت في حوايج اللي دابا انا ملي كنرجع نفكر فيهم كنقول انا شنو استفدت. ماشي كنقول البلاي ستيشن خايبه، ماشي كنقول القهوه ما مزياناش، ماشي كنقول لك انت ما تخرجش، ما كنقولكش ما ترتاحش. الراحه مهمه، الضحك مهم، العائله مهمه، صحابك حتى هما مهمين، ولكن كاين فرق كبير ما بين انك ترتاح وبين انك تضيع الوقت بلا ما تحس. يمكن تقول هذه غير نص ساعه كتفيق كتلقى راسك 3 ساعات دازو، وغدا نفس الحاجه، من بعد سيمانه، من بعد شهر، كيدوز عام كتجلس مع راسك كتقول علاش حياتي ما تبدلاتش. وانا اليوم ملي كنرجع لبعض الفترات كنقول كون غير خديت شي جزء صغيره من داك الوقت وتعلمت فيه شي حاجه، ولا خدمت، ولا درت شي مشروع، يمكن النتيجه كانت اليوم غادي تكون مختلفه بزاف. ولكن من بعد فهمت واحد الحاجه اللي مهمه بزاف، داك الوقت اللي داز ما نقدرش انا نرجعه. واسوأ حاجه نقدر ندير هي انني نضيع الوقت دابا نجلس مثلا هذا النهار نبقى نفكر. اللي بغيت نقول لك هو انك ما خصكش تضيع الوقت
في الحسره على شي وقت اللي داز، حيت صافي اللي فات مات. شكون مات؟ اللي بغيت نقول لك هو زعما اسوء حاجه تقدر ديرها هي انك تضيع الوقت ديال اليوم وانت كتحسر على الوقت ديال البارح. يعني تزيد تضيع واحد 10 سنين اخرى كتقول مع راسك كون غير درت راه ما غادي تبدل حتى شي حاجه. يعني الواحد خص تجي واحد الوقت يقول مع راسو صافي دابا خاصني نجمع راسي، الا عندي اهداف خاصني نعرف ان كل هدف عنده واحد الثمن، والثمن ماشي ضروري يكون هو الفلوس. يعني يمكن يكون الوقت، يمكن يكون المجهود، يمكن يكون انك تقول لا لشي خرجه اليوم، يمكن يكون انك تستعمل ساعتين كنتي غادي تضيعهم بلا ما دير حتى شي حاجه وتخدم فيهم شي حاجه اللي تفيدك. ومن هنا انا اليوم اللي كنقول غادي نخدم هاد الساعتين ما كنشوفش راسي مسكين، كنشوف بلي انا اختاريت فين نحط الوقت ديالي. وهذا الاختيار ديال الوقت كيكون عنده علاقه كبيره بواحد الحاجه اخرى اللي بغيت نهضر عليها، اللي هي المحيط ديالك. انا مقتنع بلي البلاصه فين كتعيش والناس اللي دايرين بيك كيأثروا عليك بزاف. انا مثلا هنا في كندا الحمد لله ساكن في واحد لابارتمون كاري مرتاح الحمد لله ما ناقصني والو، ولكن غير كنخرج من الدار كنبعد عليها غير شويه كتلقى الديور كبار بزاف، كل دار حداها طوموبيلات بزاف، والناس عندهم واحد المستوى ديال الحياه اللي انا شخصيا مازال كنطمح نوصل لشويه منه. وهذا الشيء يقدر ياثر عليك بجوج طرق. تقدر تشوف واحد عنده اكثر منك وتقول علاش هو وانا لا، وتقدر تشوفه وتقول تبارك الله اذا هذا الشيء حتى انا نقدر نديره. انا كنحاول ديما نختار هذا الخيار الثاني، ما بغيتش النعمه تمشي من عند ذاك الانسان الله يزيدو، ولكن حتى انا كنقول ما كرهتش، وماشي غير ما كرهتش كنزيد عليها حتى انا قادر نحاول. وبهذه الجمله بالنسبه لي مهمه بزاف، انك ملي كتقول مع راسك كتقنع راسك بلي قادر تحاول، ماشي مضمون غادي نوصل لنفس النتيجه، ولكن على الاقل ما نقتلش الحلم قبل ما نجرب. وهذا الشيء علاش انا هضرت على لونتوراج. انا ما كنقولش لك بدل صحابك حيت ما عندهمش الفلوس ولا انك تحكم على الناس اللي دايرين بك، ولكن كنقول لك شوف العقليه اللي كتسمع ليها انت كل نهار. يعني الا كنت انت كل مره غادي تقول باغي ندير مشروع غيجاوبوك باصاحبي بلا ما تحلم، ولا مثلا غتقول لهم انا باغي نتعلم شي حاجه غادي يضحكوا عليك، ولا الا جربتي وفشلتي غادي يقول لك شفتي قلتها لك. مع الوقت هادشي كيأثر عليك، ولكن الا كان عندك حتى انت واحد الشخص اللي كيقول لك جرب، الا ما نجحش شنو تعلمتي عاود جرب بدل الطريقه، هنا كتحس بلي كاين فرق كبير. وحاجه اللي بغيت نوضحها هنا هي انني انا ملي عطيت المثال ديال كندا ما بغيتش تفهم باللي باش تشوف الناس سبقوك ولا الناس عايشين احسن منك خاصك تخرج من المغرب نهائيا. هذه الفكره تقدر تطبقها في اي بلاصه حتى في المغرب، حيت المشكل ماشي في الدوله فين ساكن، المشكل هو شنو المرجع اللي انت كتقارن به راسك. نعطيكم واحد المثال، يمكن واحد الانسان يكون عنده ابارتيمون مزيانه ولا دار مزيانه والحمد لله عايش مرتاح، ولكن الا كان كل نهار كيشوف غير الناس اللي ظروفهم صعب منه وكيقارن راسو بهم، سهل بزاف يجي واحد الاحساس ديال انا الحمد لله انا وصلت، انا دابا مزيان، انا احسن من بزاف ديال الناس. هو بصح خاصك تحمد الله، وخاصه ملي كتشوف ناس عندهم ظروف صعيبه. بالعكس هادشي خاصو يخليك تحمد الله اكثر وتكون متواضع وتحاول حتى انك تعاون الا قدرتي. ولكن الحاجه اللي ما خاصش نديرو هي اننا نستعملوا الظروف ديال الناس اللي قل منا باش نقنعوا راسنا باللي ما بقاش عندنا فين نطوروا، حيت بصح بجوج يقدروا يكونوا صحاح في نفس الوقت. نقدر نقول مثلا الحمد لله على اللي عندي، وفي نفس الوقت نقول ولكن انا قادر نعطي اكثر. ماشي ضروري تبقى ديما كتشوف لتحت باش تحس باللي راك انت طالع، بعض المرات خاصك تشوف حتى الفوق، ماشي باش تحسد ولكن باش تعرف شحال مازال كاين من المستوى تقدر توصل ليه. ونفس الحاجه مع صحابك، يعني الا كان عندك واحد الجروب ديال الصحاب وانت مثلا اكثر واحد فيهم متقدم في شي مجال، ما كنقولش لك قطع معاهم الهضره نهائيا. الصداقه ماشي كونكور ديال شكون اللي عنده اكثر. يمكن يكون عندك صاحب ما عنده حتى ريال، ولكن الاخلاق ديالو والعقل ديالو والراحه اللي كيعطيك كتساوي الدنيا وما فيها. ولكن في نفس الوقت الا انت كدوز 4 ساعات كل نهار في واحد المحيط اللي ما كاينش فيه حتى شي واحد اللي يقدر يدفعك تفكر اكثر، تتعلم اكثر ولا تجرب شي حاجه جديده، يمكن ماشي خاصك تحيد هاد الناس، ولكن خاصك على الاقل تحاول توسع الدائره ديالك. يعني بلاصه ما انك تبقى تجلس معاهم 4 ساعات كل نهار، يمكن ساعه معاهم والوقت الاخر تحاول تستعمله باش تطور راسك، سواء تقرا ولا تتعلم. حاول تدخل البلايص اللي فيهم ناس بزاف احسن منك في المجال اللي انت باغي تطور فيه راسك. حاول تتعرف على ناس سبقوك، يعني مثلا الا كنتي باغي البيزنس قلب على ناس فاهمين في البيزنس، الا كنتي باغي تطور في الكارير ديالك قرب من الناس اللي عندهم خبره اكثر منك، الا كنتي باغي تتعلم خلي في المحيط ديالك الناس كيعلموك حوايج انت ما عارفهمش، الا كنتي انت احسن واحد في الكليكه ديالك شنو غادي تتعلم منها. ولكن الا دخلتي شي كليكه فيها واحد 5 ديال الناس احسن منك، كل واحد فيهم تقدر تاخذ منه شي حاجه. اذا الفكره ماشي هي بدل صحابك، الفكره هي كما قلت في الاول حاول توسع الدائره ديالك، بقى مع الناس اللي كتبغي ولكن زيد عليهم ناس اللي كيخليوك تكبر، وزيد دخل البلايص اللي كتخليك تحس باللي مازال عندك واحد الاهداف. حيت اكثر حاجه بالنسبه لي هي انك توصل لواحد المستوى اللي تقنع فيه راسك باللي صافي وصلتي لافان،
غير حيت الناس كاملين اللي دايرين بيك ما وصلوش لذاك البلاصه اللي وصلت ليها. يمكن يكون مازال عندك بزاف اللي تقدر تعطيه، يمكن غير انت اكبر حوته في ديك الاكواريوم، داك الاكواريوم الصغيور اللي كيكون عندنا في الدار كيكونوا فيه داك الحوتات الصغيورين، ولكن باش تعرف راسك شحال تقدر تكبر حاول تحط راسك في داك الاكواريوم الكبير هذاك ديال موروكومون. اول ريفيرونس جاتني ديال شي اكواريوم كبير في المغرب هو هذاك ديال موروكومون، ولكن انا جو سور غيكونوا دي اكواريوم ديال بصح، فهمتي شي حاجه عارفه. وانا بالنسبه لي هذا من الاسباب اللي كيخلي ان بعض العائلات فيها كل شيء كينجح تقريبا، حيت شي داك الدري الصغير ملي كيكبر وكيشوف النجاح قدامه كيولي بالنسبه ليه واحد الحاجه اللي حتى انا قادر نديرها. وهنا كنجي لواحد البيرسوناج اللي مشهور في كل عائله مغربيه، نتوما باين عرفتون على من كنهضر، على ولد خالتك. تقريبا كل مغربي سمع داك الهضره ديال شوف ولد خالتك، ولد خالتك جاب 18، ولد خالتك دخل المدرسه، ولد خالتك خدم، ولد خالتك شرا طوموبيل، ومسكين ولد خالتك يمكن ما عارفش حتى انه داخل معاك في هذه لا كومبيتيسيون هذه. ولكن كاين واحد لا نيونس هنا، الا كان الاب والام كيقولوا لولدهم انت ما تسوى والو شوف فلان، هذه راه حقره، هذه راه ماشي موتيفاسيون. ولكن الوجود ديال شي واحد قريب ليك اللي كيكون ناجح يقدر يكون واحد الحاجه ايجابيه الا جيتي انت استعملتها بواحد الطريقه مزيانه. يعني الا كان شي واحد معك تقريبا في نفس الظروف وقدر يوصل، بلاص ما تقول انا كنكرهه تقدر تسول شنو دار، شنو نقدر نتعلم منه، شنو الحاجه اللي خلاته يوصل. يعني ان النجاح ديالو يقدر يكون واحد الدليل على باللي كل شيء ممكن. ولكن للاسف احنا بعض المرات كنختاروا واحد الطريق الغلطه، يعني بلاص ما نتعلموا من النجاح ديما كنحاولوا نفسروه بواحد الطريقه اللي تنقص من القيمه ديالو. ويمكن حتى نتوما شفتوا هذا الشيء في المجتمع ديالنا، هو انك ملي كتشوف شي واحد مثلا دار شي مشروع ناجح اول حاجه كتقول مع راسك هذا باين شي واحد عطاه الفلوس. ملي كتشوف شي واحد شرا دار اول حاجه كتقول مع راسك هادو باينين فلوس الحرام. ملي كتشوف شي واحد طلع في خدمته كتقول هذا باين عنده المعرفه. ملي كتشوف شي واحد مشى لبرا كتقول واه هذاك راه عنده الزهر. وكنبقاو نقلبوا على اي جوستيفيكاسيون اللي تخلي النجاح ديال داك الانسان ما عنده حتى شي علاقه بالمجهود اللي دارو. واحد الحاجه اللي انا بغيت نوضح، بصح يمكن داك السيد عنده الزهر، يمكن بصح العائله ديالو عاوناته، يمكن يكون عنده واحد البريفيليج، راه بصح الحياه راه ماشي عادله، راه انا متفق معاكم هذا الشيء كامل واقع. ولكن علاش ديما خاص اول تفسير يكون سلبي؟ علاش هاد العقليه اللي توكسيك؟ حيت في الحقيقه ماشي غير كنظلموا داك الشخص، راه كنضروا حتى راسنا. يعني الا جا كل واحد ناجح بالنسبه ليا وصل غير بالزهر ولا بالحرام ولا بالمعارف، العقل ديالي غادي يقول لي اذا انت ما تقدرش. ولكن الا قلت ليه لا راه يمكن خدم ولا تعلم ولا فشل وتعاود، هكا كتلقى راسك انت مع راسك كتقول حتى انا نقدر نخدم، حتى انا نقدر نتعلم. وهنا النجاح ديال شي واحد اخر كيولي بالنسبه لك انت انسبيراسيون، ماشي شي حاجه اللي كتجلس وتمرض مع راسك كتبقى تفكر كتقول هذا عنده الحرام ولا هذا ولا هذا ولا هذا. وهذا الشيء مثلا بالضبط هو اللي انا شفته. مثلا بزاف ديال الناس ملي كيشوفوا الحياه ديالي انا مثلا اليوم، مثلا انني في كندا، انني خدام، ان عندي عائله، انني تزوجت، انني درت اولاد، وهذا الشيء كامل درته في واحد السن اللي الصراحه نسبيا صغير. ديريكتومون كتلقى واحد السيناريو اللي كيكتبوا بنادم ديريكتومون انك انت ولد واحد العائله لاباس عليها، انك انت مثلا ساهل عليك انك تهضر حيت انت راك في كندا. ولكن الناس كيشوفوا غير اخر صوره، ما كيشوفوش الطريق اللي ضربتي باش وصلت لهذا الشيء. انا مثلا في المغرب الباك ديالي كان غير انا ملي غنعاود لكم هذه القصه راه ماشي باش زعما راني انا بطل، ولا انا عارف بلي كاينين بزاف احسن مني وكاين بزاف ديال الناس اللي دازوا من دي سيتوياسيون اللي اكثر مني انا، واللي تبارك الله عليهم نجحوا وفاتوني في النجاح والحمد لله. كل واحد انا كنفرح لاي واحد سهل عليه الله في شي حاجه. ولكن غنعطي غير اكزومبل بالنسبه للناس اللي كيشوفوا باللي ما بقى ما يدار، ولا سورتو الناس اللي كتلقاهم مثلا جاب في الباك 10 ولا ابين جاب الباك فهمتي بواحد لا نوت اللي ما ديريكتومون اول حاجه كيفكر فيها كيقول صافي انا مستقبلي ضاع، انا غادي نمشي لافاك. يعني انا هنا في هذا الفيديو هذا بغيت نوصل لكم مثلا انا ليكزومبل ديالي، واحد الانسان اللي جاب 10 في الباك، مشيت قريت في لافاك وماشي اي لافاك ديال فاس. قريت في لافاك في لا بيريود اللي كانوا مظاهرات وكانوا مقاطعات وكانت الاضرابات لا على الامتحانات، لا على القرايه، لا على كل شيء زعما. انا متاكد ان اي واحد قرا في فاس في لافاك ديال فاس في لا بيريود ما بين 2015 و 2018 يعرفني علاش كنهضر. دونك انا كنت في لافاك في ديك لا بيريود، الحمد لله في الوقت اللي كانوا الناس كاملين كيشوفوا الاضرابات على القرايه وعلى هادشي هذا كامل، الناس كلشي ما بقاش كيقرا. انا الحمد لله ربي سهل عليا وعطاني واحد شويه ديال هكا، واحد شويه ديال العقل اللي قال لي يا عبد الرحمن سير قرا على راسك، راه طوطا غادي دوزو امتحان. وبصح يعني انا يمكن كان عندي واحد شويه ديال الزهر ان الاغلبيه ديال الناس اللي كانوا كيقرا معايا
حتى واحد ما بقى كيتسوق للقرايه داك العام. الحاجه اللي خلاتني انني كنت من الناس القلال اللي كانوا كملوا القرايه وقدرت نجي من الاوائل ديال لا بروموسيون ديالي. وهذا الشيء اللي خلى ان المدرسه الوطنيه للمعلوميات اللي حتى هي ديال الدوله انفيتاتني باش نقدر نقرا تما فيها. الدراري اسمحوا لي يلا كندير المونتاج وسمعت هاد انفيتاتني انت هو ايلون ماسك. راه غتحمست شويه الدراري. اللي بغيت نقول هو انني فهمتي كنت دفعت للمدرسه الوطنيه للمعلوميات والحمد لله ربي دار التيسير زعما الحمد لله. وقدرت نقرا فيها واحد العامين، وفي ديك العامين حتى هي قدرت انني نكون الحمد لله من الاوائل ديال لا بروموسيون ديالي. ومن بعد هذا الشيء جات واحد لونيفرسيتي هنا في كندا اللي صراحه قدرت انني ناخذ فيها واحد لا دوبل ديبلوماسيون. يعني قدرت انني نجي لكندا نقرا غير عام واحد بمنحه دراسيه بلا ما نحتاج نخلص على القرايه الحمد لله كان. ولكن علاش هذا الشيء هذا كامل، علاش انا كنعاود هذا الشيء هذا كامل، هو انك انت مثلا الا جبتي 10 في الباك راه ما كتعنيش ان صافي الكارير ديالك تسالات. بالعكس قرا اخويا ودير جهدك، وراه ما كتعرفش ربي. انا راه براسي كي دخلت لافاك وكنت كنقرا ما كانش عندي شي هدف انني نوصل زعما انني يجي شي نهار اللي نخدم ولا يجي شي نهار اللي غادي نخرج من المغرب ولا يجي شي نهار اللي هادشي كامل ما كنتش كنديرو كاع انا في راسي. انا كنت كنقرا غير هكاك الواحد كيدير اليقين ديالو في الله عز وجل، والحمد لله ربي سهل. وهذا الشيء كامل علاش انا جبدته هو انك من بعد ما كتكون ضارب هذه الطريقه هذا كامله وكتبغي تهضر مثلا في شي موضوع صوف انستغرام ولا بو امبورت اي واحد كتحاول تناقش معاه فكره، اول حاجه كيقول لك انت اسكت انت راه عندك الزهر انت راه هذا الشيء ما تحسش به انت. علاش ما نحسش به؟ راه انا راه الحمد لله ما كنحمد الله على والديا زعما. ولكن اللي بغيت نقول لك هو انا ما جيتش من واحد العائله اللي غنيه، راني قريت في لافاك ديال فاس وقريت في المدارس ديال الدوله الحمد لله زعما. يعني هذا الشيء اللي انا توفر لي راه توفر لاي واحد اللي في المغرب اللي غادي يبغي يقرا على راسو وغادي يدير جهده في قرايته. وهنا حتى انا ما بغيتش ندير واحد الغلط ونقول شفتوا الخدمه هي كل شيء، لا بصح الزهر كاين، الظروف موجوده، واحد زاد في عائله عندها الامكانيات واحد لا، واحد عنده الصحه مزيانه وواحد كيواجه مشاكل، واحد كتجيه الفرصه بالزربه واحد كيتسناها بزاف. الحياه فيها فرق كبير ما بين الناس. ولكن السؤال اللي انا كنطرحه على راسي هو شنو هي الحاجه اللي تحت السيطره ديالي انا؟ ما نقدرش نختار فين تزاديت وما نقدرش نتحكم في كل فرصه، ولكن نقدر نتحكم شويه في شنو انا نقدر نتعلم، كيفاش نقدر نستعمل الوقت، مع من نجلس، واش نجرب ولا لا، واش مني نفشل نحبس ولا نزيد نحاول، واش مني تجيني الفرصه نكون واجد ليها، حيت حتى الفرصه الا جاتك وانت ما واجدتش يمكن تدوز قدامك وما تستافدش منها اصلا. وهنا بالنسبه ليا واحد الدرس اللي مهم بزاف، الزهر يقدر يجي واحد النهار ولكن خصك انت تكون واجد. ودابا نرجعوا لجوج خدمات. انا ملي كنقول كنخدم جوج خدمات ما كنطلبش من الناس يشوفوني بطل، وما كنقولش باللي كل واحد خاصو يدير بحالي. يمكن النجاح بالنسبه لك هو خدمه واحده ترجع بكري للدار تعيش مع اولادك وتكون مرتاح، بصح هادشي راه مزيان. يمكن يكون واحد اخر باغي مشروع، واحد اخر باغي دار كبيره، واحد اخر باغي يسافر، واحد باغي وقت كثر، واحد كل واحد والتعريف ديال النجاح ديالو. وحتى انا الا وليت نقول اي واحد ما كيخدم جوج خدمات كسول راه حتى انا وليت كنحكم على الناس. وهذا هو العكس ديال الرساله اللي انا كنحاول نوصل. وما تنساوش الدراري باللي الطموح ما خصوش يدمر الصحه ديالك نتايا. ما عندها حتى معنى انك تجمع الفلوس وتخسر صحتك، ولا تبني مشروعك وتخسر عائلتك، ولا تقول انا طموح وتعيش واحد ستريس 24 ساعه. يعني خصك ضروري تقلب على واحد ليكيليب. الطموح خاصو يدفعك للقدام ماشي يحرقك، وحتى القناعه ماشي ضد الطموح. يعني تقدر تكون واحد الانسان طموح وقانع في نفس الوقت. انا الحمد لله كنحمد الله على الحياه اللي عندي اليوم وعاجباني، ولكن هادشي ما كيمنعنيش نقول انا باغي اكثر. نقدر نحمد الله على الدار اللي انا ساكن فيها ونطمح لدار اخرى، نقدر نحمد الله على الخدمه ونطمح نتطور، نقدر نشوف واحد ناجح ونقول تبارك الله الله يزيدو، وحتى انا غادي نحاول. بالنسبه لي هذا الشيء راه ماشي حسد، هذا واحد الطموح. وفي الاخر الموضوع ما كانش اصلا على جوج خدمات، الموضوع هو علاش كنحكموا على الناس بلا ما نعرفوا القصه ديالهم. كنشوفوا واحد خدام بزاف ونقولوا مسكين، كنشوفوا واحد ناجح ونقولوا مزهر، كنشوفوا واحد مرتاح كنقولوا كسول. ولكن يمكن كل واحد فيهم عنده القصه ديالو اللي حنا ما عارفينهاش. اذا قبل ما نحكموا على الناس يمكن احسن حاجه هي نسولوا راسنا، انا شنو باغي، فين باغي نوصل، واش الوقت ديالي غادي في الاتجاه اللي انا باغيه. وملي مثلا نشوف شي واحد سبقني واش نحاول نتعلم منه ولا غنقلب على شي جوستيفيكاسيون باش نصغر النجاح ديالو. ودابا بغيت نسمع منكم حتى نتوما، واش كتشوفوا فعلا اننا في المجتمع المغربي كنحكموا بزاف على الناس وعلاش هادشي؟ خليو الراي ديالكم في كومونتيرات، وحتى الا كان مختلف تماما مع الراي ديالي. وما تنساوش تقترحوا عليا الموضوع اللي باغي نهضروا عليه ان شاء الله في التاكسيولوج الجاي. وإلا كنت انت في كندا وعندك شي تجربه ولا شي موضوع ولا باغي شي نهار نقدروا نشدوا الطريق مجموعين ونديروا شي نقاش بجوج، حتى هي مرحبا. واهم حاجه ما تنساوش ديروا فولو وسبسكرايب الا بغيتوا تكملوا معنا.
وحيت كما قلت في الاول الطريق كدوز والهضره ما كتساليش. نشوفكم في طاكسيولوج الجاي.